هعمل معاكم النهاردة طريقة مختلفة للجمبري غير اللي احنا متعودين عليها، طريقة مختلفة وطعمها لذيذ جدا. تعالى اقول لكم الطريقة. هنا بقى عندي جمبري، يعني هو متوسط الحجم وبالقشر بتاعه كده. هقسمه من النص كده بسكينة تكون حامية، يعني احاول افتحه كده زي ما انتم شايفين واطلع كيس الرمل بتاعه. وبعد بقى ما اخلص الكمية بتاعتنا، عندي هنا معلقة من الثوم المفروم وملح وفلفل وبهارات السمك لو انتوا عندكم البهارات بتاعت السمك. وهنا عندي شبت وخل ومعلقة من المستردة، وهحط شوية زيت معاهم واقلبهم بقى مع بعض، واحط بقى الجمبري اللي انا نضفته وفتحته كده من الظهر بتاعه، وهقلبهم مع بعض وهسيبهم شوية يتبلوا كده مع بعض. تمام كده. بحضر بقى عندي طاسة على النار بدون بقى حاجة، يعني بدون ما احط زيت او زبدة، لان انا بعد كده هحط زبدة والثوم. هنا بقى هخليهم بقى يعني ياخدوا نص سوا كده، وبعدين بطلعهم. وفي نفس الطاسة بحط بقى معلقة من الزبدة ومعلقة من الثوم المفروم. تمام كده، بقلبهم مع بعض كويس جدا، وبرجع بقى احط الجمبري تاني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما بياخدش وقت معانا الجمبري، يا دوبك بس يعني بنقلبهم تقليبة بس كده. معروف طبعا الجمبري ما بياخدش وقت في السوا بتاعنا، يعني هو 5 دقايق. تمام كده، وبس كده هطلعهم بقى واقدمهم بقى جنب رز بسمتي او الحاجة اللي انتوا حابينها. وعايزة اقول لكم بجد طعمه تحفة، وطريقة مختلفة وسهلة وسريعة بدون بقى ما نحمر وزيت وزيوت وحاجات تقيلة. بجد يعني ده خفيف جدا وهتعجبكم جدا الطريقة دي. وعايزة اقول لكم الشبت مع الزبدة والتتبيلة اللي احنا عملناها طعمها بجد تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوها وبألف هنا.